لقيت الديكوريشن اللي هو عامله لا يمت للكافيهات بصله. انا هفتح عشان انا هقدم فنجان القهوه ب10 جنيه وهو السوق كله مثلا او المنطقه اللي حواليها كلها بتقدمه ب20 جنيه. بعد ما حوالي اسبوع دراسه تقريبا كلمته قلت له هقول لك حاجه وما تزعلش، اعتبر ان دي حاجه انت خسرتها دلوقتي احسن ما تخسر الفلوس اللي انت الفلوس كلها. بعد ما المكان اتفتح تقريبا شهر ونص شهرين، تمام. الاونر كلمني قال لي في عدد سيرابس معين وبيوريهات معين عايز ارجعه. طلبت في الاوردر بتاع الاوبننج ومفيش اي ايتم في لا المنيو. بص، بيشتكي ان هو عنده مشكله ما اداريه. انا افتح فروع كتير ما اكسب. طب مدير التشغيل عندك؟ قال لي لا ما في مدير تشغيل. طب انت حضرتك عارف الفود سايكل ماشي ازاي؟ لا. طب انت عارف التسويق؟ لا ما في تسويق. وهيتاكد من تنفيذه في الاماكن. بيفتح الفروع دي من فلوسه الخاصه مش من ارباح. عارف انت بقى في ديفنس قوه مش عايزينه يطبق السيستم القديم. الناس عرفت اوله واخره ايه، وعرف نقاط القوه اللي فيه ونقاط الضعف اللي فيه. في عندك شكاوي من عملاء من اكتر من شهر، ما فيش حد اصلا ديريشن بيفكر يرد على شكاوي العملاء. صاحب القهوه عنده سيستم، هل يقدر يحسب فود كوست؟ لا. انا اسامه الفيومي، كو فاوندر اي كيك اند سيلز مانجر اجيد جروب. محمد النجار، اوبريشن اند ديفلوبمنت مانجر لبوليفرد وكونسلتنت لكذا براند قهوه موجود سواء في مصر او بره مصر. مساء الفل يا مستر. مساء الخير يا استاذ سامي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عايزين ندردش مع بعض شويه كده بشكل احتياجات سوق، وبعد كده نبدا نتكلم بشكل اكاديمي في حاجات معينه لها علاقه بالاوبريشن بتاع الكافيهات والمطاعم. تمام يا استاذ سامي، يلا بينا. في الفتره الاخيره، في الكام سنه اللي فاتوا، في اماكن كتير بتفتح تقريبا في السنه سي مثلا بيفتح 20 مكان، بيكمل منهم 3 أو 2 وفي 17 بيقفلوا. ال17 اللي بيقفلوا دول ممكن يكون في منهم كذا مكان عامل بومينج محترم جدا 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 في الاوبننج واشتغل بارقام محترمه، بس بعد كده ما كملش. تمام. من وجهه نظرك ده يعني ايه سببه؟ بص يا استاذ سامي، يعني الاول نحسب ليه اللي عايز يستثمر ومعاه فلوس بيفكر ان هو يستثمر في مجال الكافيهات والمطاعم. تمام. مجال الكافيهات والمطاعم احنا مبدئيا السوق كل فتره كده في عارف بيسموها ماركت ترند، ان انا كل فتره في حاجه الناس كلها شايفه ان هي بتكسب وكويسه فعايز يستثمر ويفتح مجال فيها ويستثمر فلوسه فيها. تمام. عارف انت زي فكره اما عندك في الشارع بيفتح محل بقاله، بتلاقي في الشارع فتح 20 محل بقاله وبعد فتره كله بقى يكسر في بعضه وفي الاخر قفل 19 وتبقى واحد بس هو اللي لسه مسيطر في الشارع. نفس القصه في مجال الكافيهات والمطاعم. اللي معاه فلوس شايف ان الموضوع سهل، انا عايز افتح كافيه او عايز افتح مطعم. من وجهة نظر اللي معاه فلوس وعايز يستثمر، انا ايه اللي هعمله؟ انا هعمل رقم واحد ديكور حلو، هجيب شوية معدات تسخن اللبن وتسخن المية وتعمل الكابوتشينو وكلام من ده، كلام بسيط قوي. 2-3 ستاف باريستا شايفهم شطار، او انا بروح اقعد في كافيهات فشايف في ولد واقف عمال يعمل مشروبات حلو وكده، فالله ده كويس. بقول لك ايه، تعالى اقول لك انت بتاخد كام؟ انا باخد 2 قروش. طب تيجي عليك 4 قروش، يوم جاي حاطط الضعف مرة واحدة. تمام. هي الموضوع بيمشي كده. ده للي مش دارس الموضوع. تمام. شايف ان هو انا بعد ما افتح المكان هي مش كيمياء، انا هعمل له اداره بطريقه سهله قوي وبسيطه وانا هقدر عليها، والموضوع ايه ده، هي كلام بسيط قوي يعني، هقعد اعمله وخلاص والمكان هيبقى تمام، وهاجي اخر الشهر الاقي نفسي كسبان 1,000,000 جنيه، فكده تمام، قد الفلوس اللي انا حاططها مرتين. فبتبقى مصيده. المشكله بقى في المصيده دي ان اللي بيفتح كافيه او مطعم في كم سيناريو حصل قدامنا في السوق، وانت راجل بتورد لاماكن كتير وعارف. بيبدا الاونر في الاول عامل بومينج حلو زي ما انت قلت، التيرن اوفر بتاع الكاستمرز عنده عالي والدنيا تمام وفي سيلز داخل، بتبدا الدنيا تقل، تبدا تسمع انت حتى انت بتدخل توريده للمكان يقول لك ده احنا الشهر ده مثلا المرتبات بدل ما بتيجي يوم 1 في الشهر او يوم 30 في الشهر، ده احنا الشهر ده قبضين يوم 3 في الشهر. اعرف ان الشهر اللي بعده هيقبضوا يوم 6، اعرف ان الشهر اللي بعده هيقبضوا يوم 15 بعد ما الشهر عدى من نص شهر، اعرف ان الشهر اللي بعده مش هيقبضوا خالص، والراجل هيعلن ان هو ايه افلس وهيقفل المكان وهيطلع اوت من الماركت خالص او هيعمل اكزيت للماركت كله. هي دي المشكله، ان حتى اللي بيفتح مكان ما بيعرفش ان هو بيخسر غير لما خلاص بقى السكينه بتكون سرقه، ما بيكتشفهاش غير بعد 5-6 شهور، لحد ما خلاص ما بقاش عنده سيوله، حتى اللي داخل ما بقاش مغطي الاساسيات اللي عنده او المصاريف الثابته اللي عنده، فخلاص بيقرر انه يقفل بعد ما يبقى مديون لطوب الارض ومديون للصف اللي عنده، ويضطر يبيع المعدات اللي عنده عشان يسدد مرتباته.
السيناريوهات دي حصلت كتير قدامنا في السوق الفترات اللي فاتت. من مفارقات اللي الواحد شافها يعني ان يعني انا النقطه دي سمعتها يعني حقيقيه يعني. انا فاتح الكافيه عشان انا بقعد انا واصحابي كل يوم في كافيه فلاني وبندفع شيك برقم قد كذا، فافتح الكافيه ونقعد في الكافيه بتاعنا تمام. حتى لو ما اشتغلش. انا فعلا. سمعت كده فعلا. وفي حاجه كمان اخطر من كده، ان مثلا انا راجل مشهور في دمياط او في المنصوره او في القاهره في المكان اللي انا هفتح فيه الكافيه، فهقول ان انا مشهور، فالناس كده كده صحابي كتير ومعارفي كتير فهيجوا عشان خاطري. مش معيار. خد بالك اللي هيراهن على معارفه واصحابه خسران مليون في المية مش 100%. انت ايه الفاليو اللي هتديها لاصحابك ومعارفك عشان يجوا لك؟ وغير ان اصحابك ومعارفك هيكرموك وهيجوا لك في اول يوم في اول اسبوع، مش هيكملوا معاك اول شهر. حصل. وده حصل مع ناس كتير قوي، بيراهن على المعارف وبيراهن على الصحاب او القرايب وان هو من عيله كبيره، وفي الاخر برضو المكان ما بيحصلوش توفيق ويكمل. حصل. تمام. فهو لازم يراهن على اسبكتس تانية او يراهن على نقاط نجاح تانية مختلفة عن قصة ان هو معروف او مشهور او انه هيفتح او ان الموضوع سهل او انه معاه سيولة هتكفي وبزيادة او انه جاب باريستا شاطر وهيدور له الموضوع. يعني في عوامل كتير قوي لازم يهتم بيها ويدرسها كويس. طيب لو احنا حبينا نتكلم في الموضوع بشكل اكاديمي شوية. تمام. واحنا اخدنا قرار، معانا راس مال معين واخدنا قرار ان احنا نفتح كافيه. تمام. عايزين نرتب الخطوات اللي احنا المفروض نشتغل عليها، نرتبهم كده عناوين، وبعد كده نبدأ ناخد خطوة خطوة ندردش فيها مع بعض. حلو جدا. ايه رأيك؟ يلا بينا. بص يا سوسام، دلوقتي انا معايا فلوس وعايز افتح كافيه وخلاص انا معايا مبلغ مالي كويس وزياده عن اللي انا هعمل بيه الكافيه. تمام. فانا اول حاجه هعملها ما تفتحش او ما تدخلش في مجال تستثمر فيه فلوس غير لما تدرس حاجه عنه. يعني انا لازم يعني نو لوت اباوت ذا بزنس اللي انا داخل فيه، لازم اعرف معلومات ولتكن كافيه شويه ان انا ازاي المجال ده هدخله وازاي هستثمر فيه. ما ينفعش ادخل هفتح كافيه او مطعم وانا ما اعرفش يعني ايه اداره مخزون ويعني ايه كاستمر ويعني ايه لويالتي الكاستمر ويعني ايه كواليتي البرودكت ويعني ايه عندي ليبر او عماله هعمل لهم اداره وازاي هوفق الكلام ده كله، يعني ايه انا عندي تارجتس والمفروض ان انا احققها. القصه كبيره. الاول قبل ما تفتح المجال ادرس فيه شويه وتأنى في الدراسه، خد كورس، اشتغل على نفسك شويه، خد 2 شوف الشطار في المجال او الناس الانتربرينير في المجال وناس عندها كفاءة كويسة، اقعد استشيرهم. ما خبى من استشار زي ما بيقولوا. تمام. استشير الناس، اعرف ايه اللي انت محتاجه بالظبط وخد فيه كورسات، ما فيش مشكله. انت هتراقب ماليا، خد كورسات محاسبيه، ايه المشاكل. انت هتبقى كواليتي اشورنس او عايز تراقب الكواليتي، خد كورسات في كواليتي وهكذا. خد كورسات مانجمنت ليدرشيب. في كورسات كتير قوي موجوده في السوق تقدر تطور منك كواحد هتبقى مسؤول عن نشاط ما وهتديره من فوق او هتعمل عليه سبوت من فوق ومليون في المية انت اونر او انت السي او بتاع المكان، فهتحط رأي في المكان، فالرأي ده الاوبريشن اللي موجودين هيلتزموا بيه وهينفذوه. فلازم يكون رأيك صائب بنسبة 100%. ما ينفعش اللي شغال عندك او اللي شغال معاك يبقى هو فاهم عنك، على الاقل لما تيجي تتكلم معاه تبقى مقنع بالنسبه له. بالظبط، عشان ما يحسش ان انت ضعيف فهو هياخد قرار. خد بالك يا استاذ اسامه ان القرارات في مجال الكافيهات او المطاعم او الاداره على العموم كل واحد بياخد القرار من وجهه نظره. يعني انا لو راجل بتاع اوبريشن انا باخد قرار من وجهه الاوبريشن، انا الورك فلو هيبقى عامل ازاي، الاوبريشن مردوده ايه، مش باصص للمنظومه كلها، مش باصص للمنظومه ككل. انا لو انا مش دارس تسويق فانا هاخد القرار بناء على الاوبريشن بس. حصل. المفروض بقى يبقى في حد اعلى فاهم ان هو بينسق كل الديبارتمنتس او بينسق كل الاقسام. انا خدت قرار هنزل منتج، انا شايف المنتج ده حلو من وجهه نظري كاوبريشن. طب من وجهه نظر التسويق الكلام ده هينفع ولا لا؟ طب من وجهه نظر الاداره الماليه او المحاسبيه هينفع هيصلح لا؟ هيدخل لي المكسب اللي انا عايزه ولا لا؟ في اماكن كتير قوي مثلا بتشوفها بيفتح بيقوم جاي ينزل طبق ما او مشروب ما وبعد ما ينزله يعمل ترند وتلاقيه الاكثر مبيعا. يعني كان من ضمن المفارقات في الموضوع ده كان في مكان قال لي محتاج منك استشاره في الاوبريشن. انا شغال حلو قوي وبعمل ايراد حلو في اليوم، بس باجي اخر الشهر ما بصفيش مكسب. فرحت هناك في يوم مسكت المنيو قعدت اشوف اسعار المنيو، فلاحظت ان اسعار المنيو ضعيفه قوي قليله
على اصناف المفروض ما تبقاش قليله. يعني مثلا انا بشتغل ببيستاشيو صوص او صوص فستق، فما ينفعش صوص الفستق ده يبقى المنتج اللي داخل فيه رخيص، لان انا عارف ان كيلو صوص الفستق دلوقتي اكتر من 600 700 جنيه. هو فما ممكن تحطش في صنف 50 60 جرام فستق. ال 50 60 جرام دول اصلا هم ب 50 60 جنيه، تمام، وبيع المنتج ب 50 جنيه. فجيت لاحظت ان عنده صنف ما الميلك شيك فستق ده سعره كان تقريبا زي 60 جنيه او 70 جنيه. فقلت له هو انت بتحط فيه كام جرام؟ فقال لي انا بحط 50 جرام. قلت له هي بالعقل 50 جرام او 60 جرام فستق مع اللبن مع الايس كريم، انت المنتج ده سعره عليك لما قعدنا حسبنا الكوست بتاعه لانه معدي 70 جنيه، انت بتبيعه ارخص من سعر الكوست بتاعه. انت درست الموضوع ده؟ يعني درسته ان ده الفول كوست بتاعه كام فهيبيعه كام؟ قال لي لا. جينا نشوف الريبورت بتاع السيلز لقينا ان الصنف ده عنده في السيلز الاعلى مبيعا في جزئيه الايس. فكان لازم يبقى في الاخر خسران مش كسبان. هو بياخد ارباح اصناف تانية، بياخد كل الارباح اصلا. هو كنس كل حاجه. هو الاعلى مبيعا عشان خاطر انا واحد من الناس لو انا هعمل الميلك شيك ده عندي في البيت هيكلف عليا اكتر ما بدخل اشربه في الكافيه ده. انا هاخد بقى وهقعد وهاخد خدمه وهدخل على الواي فاي وهعمل كل حاجه وباخد ارخص ما بعمله في البيت. فلا، هي الموضوع لازم يدرس. لازم انا هدرس الموضوع الاول، هفهم ابعاده ايه، هعمل بي او بي اللي هو البري اوبننج بلان، ان هدرس جزئيه ما قبل الافتتاح. الاجانب بيدرسوا حاجه مهمه قوي اللي هو الماركتنج ميكس. قبل ما يفتح المكان بيدرس ال4 بي اس. 4 بي اس اول حاجه خالص فيها اللي هو البرودكت. انا الموديول بتاعي ايه اللي انا هشتغل عليه؟ انا دلوقتي انا هفتح كافيه حلو قوي. الكافيه ده في منه انواع كتير قوي. انا كافيه بس، كافيه وريستورانت، ولا انا كافيه وديزرت، انا كافيه وبيكري شوب، انا كافيه هشتغل القهوه العاديه اللي هي الاسبريسو والكابتشينو والايطاليان كوفي، ولا هشتغل القهوه مختصه فكاتيجوري اعلى؟ انا ايه بالظبط الكينونه بتاعتي؟ انا الموديول بتاعي هيبقى ايه بالظبط؟ بناء على الموديول بتاعي ده انا هحدد البرودكت اللي انا هقدمه للعميل. البرودكت ده لازم احدد المواصفات بتاعته، الكواليتي اللي هشتغل بيه، عشان الكواليتي ده هيحدد حاجات كتير قوي. الكواليتي كل ما الكواليتي اعلى كل ما هشتغل بانجريدينت او مواد خام اعلى في السعر، فالكوست بقى اعلى، فهدخل في جزئيه البرايسنج هضطر ان انا ازود في السعر. فهي الفور بي اس كلها مرتبطه ببعض. بعد كده الباكنج اللي هقدم فيه، الكاستمر سيرفيس اللي هعملها، انا هقدم سيرفيس ايه للعملاء، كل ده في قلب البرودكت. تمام. البرودكت قررت البرودكت بتاعي ايه، هقرر عليه البرايس، السعر اللي هبيعه للعميل، استراتيجيات اللي انا هعملها في التسعير هتبقى عامله ايه. طب السعر اللي انا هحطه للعميل ده هيناسب العميل اللي هيجي لي في المكان ولا لا؟ السعر اللي انا حطيته للمنتج، انا هحط سعر منخفض زي السيناريو اللي انا كنت بحكي لك من شويه، ان الاوردر ده انا هبيعه ب 75. هل الصوص اللي انا بستعمله هينفع اجيب صوص هو اصلا ب 1000 جنيه وانا بحط 50 جرام فاحط 50 جنيه صوص بس في قلب الاوردر ده غير بقيه مكونات الاوردر؟ فبناء على الكواليتي والبرودكت انا بحدد السعر. تمام. بعد كده موضوع البليس، انا هفتح اللوكيشن بتاعي فين. طب انا اللوكيشن ده انا هفتحه بتارجت بيه مين؟ الكاستمر اللي هيجي لي على اللوكيشن انا فتحته. انا هفتح الكافيه في مكان العملاء بتوعي المين ماركت سيجمنت اللي انا شغال عليه، طلبه في جامعه عاديه ولا طلبه في جامعه خاصه، ناس بتوع بيزنس، انا فاتح في مكان بيزنس هاب، فالناس اللي بتجي لي اجتماعات وناس مش هيفرق معاهم، الناس اللي عايزين ياخد الكرواسون نوتيلا والايس بيستاشيو لاتيه او الايس سبانيش لاتيه وهيدفع فيه 200 جنيه، مش هيفرق معاه ولا لا. البليس او اللوكيشن ده من اهم البنود اللي بتحدد لك انا هفتح ايه وهحط البرودكت ايه والبرايس ايه، عشان خاطر الماركت سيجمنت او الشريحه التسويقيه او شريحه العملاء اللي هتدخل لي هتدفع كام، والشريحه دي الخصائص بتاعتها ايه بالظبط، الشريحه دي صفاتها ايه، عشان تقدر بعد كده تبقى هي ريجولار كاستمر وتقدر تنجح للمكان. والحاجه الاخيره بقى موضوع البروموشن. انا البي ار هيبقى نظامه ايه عندي، خطط التخفيضات اللي هعملها ايه، هعمل عروض ايه، هعمل لويالتي كاردز ايه. يعني المفروض الحاجات دي الفور بي اس يندرس الاول قبل ما بفكر افتح اي كافيه او مطعم، عشان اربط الاربع حاجات ببعض بحيث ان انا اعمل موديول يكون جامد جدا وما حصلش وينافس، ويبقى في حاجه اهم خالص اللي هي الاستمراريه. بعد كده بعد الاوبن يبقى انا مستمر على نفس النجاح، ويعرف يكبر ويفتح فرع واثنين وثلاثه. خد بالك بقى، انا دلوقتي بتكلم دلوقتي على سيناريو ان انا هفتح فرع واحد. اوكي. فانا عشان افتح فرع واحد انا لازم افتحه حلو جدا عشان انا نفسي اعمل بيه
عارف انت موديول جامد قوي ما حصلش اقدر انافس بيه في السوق، يعمل اسم ويعمل ريبيتيشن، سمعه حلوه قوي. تمام. بعد كده هبدا ادعمه اداريا عشان خاطر ان انا اقدر افتح فرع واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. تمام. ودي قصه انا هيطول شرحها لو لما ان شاء الله نسجل مع بعض بودكاست يخص ان انا لو انا عندي من فرع واحد عايز افتح فرعين وثلاثه وابقى براند كبير، دي حاجه تاني ان شاء الله نعملها تاني ان شاء الله. طيب احنا ممكن يعني ايه ندردش شويه في كذا حاجه من الفور بي اس. تمام. تمام. البرودكت اللي احنا هنشتغل عليه او اللي الكافيه هيقدمه ده احنا ممكن نتعامل معاه لان هو الكونسبت بتاع الكافيه. المنتج اللي هيتقدم او اللي هو انا سي مثلا داخل كافيه، داخل اسبريسو بس، داخل سبيشاليتي كوفي، داخل بيكري، داخل ديزرت، ايا كان. تمام. والنقطه الثانيه اللوكيشن. تمام. اللوكيشن. تمام. والاثنين يرتبطوا ببعض، بمعنى زي ما حضرتك قلت انا لازم ادرس انا فاتح في منطقه دروس، او فاتح في مكان فيه جامعه خاصه، او فاتح في بيزنس هاب فيه ناس مش الموضوع لحد ما مش هيفرق معاها بالنسبه لها السعر ده، انا بقدم المنتج ده بكام او كده. كويس. والقصه الثانيه بتاعه التسعير. حلو جدا. تمام. نربطهم ببعض. تيجي نعمل انا وانت مثلا 2-3 سيناريو ونحدد في الموضوع ده. يعني وممكن كمان نجيب حاجات احنا عدت علينا، هناخد كيس ستادي احنا اشتغلنا بيها اوريدي. بص مثلا من حوالي 4 أو 5 سنين كان في صديق بيفتح مكان عندكم في دمياط القديم. اوكي. تمام. الصديق ده راجل بيزنس وايز جامد جدا وما حصلش بصراحه، شاطر جدا، هو عارف هو بيعمل ايه. تمام. عمل بي او بي صح ودرس الدنيا. تمام. فتح في مكان هاب بتاع دروس خصوصيه. تمام. يقدر يفتح في مكان تاني بريميوم ويستهدف عميل اعلى من كده يقدر. بس هو دلوقتي المكان اللوكيشن اللي اخده شايف ان هو حلو، بس البوتنشال بتاعه مش هشتغل على الاي كلاس او هشتغل على اللكجري كاستمر اللي هيدخل يدفع 200 جنيه. عمل ايه؟ درس السوق. تمام. درس خصائص العملاء اللي موجودين، اللي هم هيبقوا العملاء بتوعه اللي هم طلبه او حد هيدخل مش عايز يدفع كتير، هيدفع 50-60 جنيه وهو واخد مصروف. بدأ يعمل البرودكت بقى. تمام. بكواليتي يتناسب مع البرايس اللي هيعمله، اللي هو البرايس اللي مش عالي قوي. يعني مش هجيب حاجه صوصات مستورده جدا اللي هي الكيلو فيها بشيء وشويات وابيعها، وابقى عايز ان انا ابيع للكاستمر المشروب ده او الدرينك ده ب 30 جنيه، يبقى انا كده انا بدفع من جيبي. درس ان حتى البرودكت اللي هيتقدم ايه البرودكت اللي ممكن احطه في المنيو عندي او اعمله عندي في المنيو يتناسب مع الفئه دي. يعني مثلا اندومي مثلا، عارف انت الحاجات اللي هي تتناسب مع فئه الطلبه اللي هم في دروس عايزين ياخدوا حاجه سناك. ما اروحش اعمل سبيشاليتي كوفي مثلا في المكان ده، يبقى انا كده خلفت الموضوع خالص. على النقيض نفس الصديق العزيز ده فتح في مكان تاني، المكان ده اعلى، دخل باسم تاني مختلف، فتح بنظام تشغيل مختلف، ببرايس مختلف، ببرودكت مختلف، بكواليتي اوف برودكت مختلف، علشان خاطر ان هو فتح في لوكيشن مختلف، بيناشد فئة في السوق أعلى شوية، هتعرف تدفع أكتر. العميل ده غير مختلف عن العميل ده. حد جاي عارف أنت اللي هو أنا جاي أتفسح فمش هيفرق معايا أنا أدفع فلوس، أنا كده كده أوريدي عمل بادجت للفسحة بتاعتي. فهو عارف إزاي يسوق لمنتجه صح، أو إزاي يتارجت العميل اللي هيدخله. وفعلا بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يكرمه هو لعبها صح 100%. هو درس، عمل بي او بي، عمل البري اوبننج بلان 100%، قعد عمل البريك ايفن بوينت، عمل دراسه لنقطه التعادل المفروض يبقى عندها، امتى ابقى عندها لا كسبان ولا خسران، ازاي اقدر اكسر نقطه التعادل دي وابقى اعلى منها بكتير عشان ابدا احقق الربح اللي انا شايفه مطلوب ليا عشان اعمل ريتيرن اون انفستمنت او الار او اي. يعني 100% قاعد حسب الكلام ده كله. ده يدل ان هو دلوقتي فتح فرع، بقى قادر يفتح التاني، بقى قادر يفتح التالت، يقدر يفتح الرابع، يقدر يفتح الخامس. صح كده؟ تمام. ده اللي انا كنت بقول لك عليه. هو الاول يفتح مكان يبقى ناجح ويعمل بيه ريبيتيشن، يتعلم فيه النو هاو على ارض الواقع. انا دلوقتي زي ما بقول لك انا عايز افتح مكان، بقول لك روح ادرس. صح كده؟ خد كورسات. الكورسات دي لو جينا على ارض الواقع جينا نطبقها هتفيدني بنسبه كام في المية؟ مثلا 20-30% مثلا. بس التنفيذ على ارض الواقع هيعوض لي 70%. بس صحيح. ما ينفعش ادخل مجال وانا اصلا زيرو نوليدج اباوت البيزنس ده. هلبس في الحيط زي ما بقول. حصل.
تمام. فعشان كده ادرس، خطط، استعين بناس استشاريه يكونوا شطار في المجال يقدروا يدوك نصيحه. تمام. النصيحه دي لو بفلوس بتغنيك عن ملايين بترمي في الارض. حصل. يعني في ناس بتكابر وتقول انا هفتح المكان، يعني الموضوع ايه يا عم ده، شويه كابتشينو وشويه لبن وشويه قهوه، ايه المشكله؟ انت ما تعرفش ان المكنه القهوه ب 200 300 الف، ان شويه الديكورات دافع فيهم كام مليون، ان ايجار المكان دفعت لك الشهر والشهر التامين والشهر المقدم ومش عارف ايه، ان العماله بتاخد منك بال 60 70 الف في الشهر، تلاقي نفسك دفعت لك 4 5 6 مليون جنيه، وفي الاخر بعد 5 6 شهور مضطر تقفل وتخسر. تمام. وعليك ديون، وبتبيع بقى المعدات اللي انت اشتريتها ب 3 4 مليون جنيه، يدخل الناس بقى تاخدها بقى ايه، بيع غناوه بمليون جنيه ويا حصل. رب تجيبهم. الكيسز دي اتواجدت في السوق كتير. لا، هات حد يقدر يديك مشوره ولو بفلوس، مهما كانت المشوره بفلوس مش هتمثل عليك يعني 5% من قيمه الفلوس اللي دفعت، بس وفرت لك 95%. تمام. ودي كنت قاعد مع حد من كام يوم بيفتح مكان، يعني كان عنده مدير تشغيل وكان متفق معاه ان هو هيبقى موجود وداخل شريك في المكان اصلا، وحصل اختلاف قبل الافتتاح مثلا ب 12 13 يوم والراجل ده خرج. تمام. هو طريقته انه عايز يفتح في الميعاد. تمام. انا قلت له نصحته نصيحه، يعني انت النهارده المصاريف الثابته اللي عليك في الشهر حاليا وليكن الايجار وشخصين 3 اللي انت عينتهم اوريدي في المكان، استحملهم شهر لحد ما تلاقي بديل قوي وابدا قوي. عشان كلام مظبوط. انت هتدخل اي حد معروض عليك في التوقيت اللي انت فيه هتعينه، مش عشان انت مش هتعرف تفلتر حد، عشان انت مضطر ان انت تفتح. وهتفتح وانت عينت اي حد، وحتى لو جايب تيم كويس هو مش على درايه مفيش كيمياء بين التيم وبعضه، دي حاجه مش عارف يعمل رقابه، اثرت بالسلب في سمعتك اللي هتضيع. تمام. يعني كيس دي عندك حق فيها. يعني مثلا هقول لك كيس من ضمن الكيسز اللي عدت عليا من حوالي 3 سنين تقريبا. حد برضو جالي استشاره، جالي اوريدي مخلص البراندنج بتاع المكان بتاعه، بيفتح كافيه في منطقه روكسي. اوكي. تمام. هليوبلس. فعامل الكيس ستادي بتاعته، عامل دراسه الجدوى، عامل براندنج، عمل كل حاجه. بس لما رحت اشوف المكان لقيت المكان في منطقه مش البوتنشال اللي هو عامله في الموديل اللي هيشتغل عليه. انا هشتغل كافيه وهشتغل مثلا قهوه مختصه وكلام من ده، فتح في مكان مفيش ركنات، الناس هيجي لك ازاي؟ طب انت ماشي. الموضوع ده مهم جدا على فكره. بالظبط. مهم جدا كمان بناء على العميل اللي انت مستهدفه. تمام. يعني لو انت مستهدف زي المثال اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه بتاع دمياط القديمه اللي هو فتح في منطقه دروس خصوصيه ومش عارف ايه، الموضوع ده مش هيفرق بالنسبه له. بالظبط. بس هيفرق بالنسبه لحد تاني هو متارجت حد على. انا سالته على موضوع ان انا دلوقتي ما فيش مكان للركنات. انا مثلا لما حبيت اركن ركنت في مكان بعيد عن المكان اللي انا جاي له ده مثلا بحوالي 700 800 متر، ما فيش اي ايز اوف اكسس للمكان. هو قال ان هو بيعتمد على السكان اللي ساكنين حواليه، لان هو في مكان هليوبوليس وسط البلد وروكسي وكده، فالموضوع مختلف شويه. طب انت الاماكن حواليك معظمها عيادات، يعني معظمها اماكن اصلا مش هتجيب لك التارجت ده اللي انت مستهدفه ان هو العميل اللي هيجي لك. طب نفترض انت قدرت توصل للعميل، جيت اشوف الديكوريشن اللي هو عامله، لقيت الديكوريشن اللي هو عامله لا يمت للكافيهات بصله. الديكوريشن كله بيعتمد على ورق حائط، الوان غريبه ملهاش اي دعوه باي كافيه. الفرش والتشيرز اللي هو جايبها او التيبلز، احنا عندنا انت عارف الكافيهات ليها ستايل معين في التيبلز والتشيرز اللي المفروض تكون مفروش فيها المكان. هو جايب كراسي وترابيزات بتاعت مطاعم اللي هي الضخمه قوي والكبيره، وضيع المساحات اللي موجوده عنده. المكان مثلا انت عندك الدايننج اريا او منطقه الخدمه عندك، الصاله مثلا 150 متر، انت ضيعتها بعدد كراسي اقل. جالي نحسب البريك ايفن بوينت، لقيت ان نقطه التعادل عنده مثلا مطلوب منه رقم معين. الرقم عدد ترانزاكشن اللي هيتعمل او عدد العملاء اللي هتدخل المكان ضيق، مش هيقدر يوصل للرقم ده. بعد ما حوالي اسبوع دراسه تقريبا كلمته قلت له هقول لك حاجه وما تزعلش، انت صرفت لك مثلا حوالي زي مثلا 120,000 جنيه، والمهندس الديكور اشتغل والرسم ال 3 دي اتعمل وكل حاجه اتعملت. قلت له لا، اعتبر ان دي
حاجه انت خسرتها دلوقتي احسن ما تخسر الفلوس اللي انت الفلوس كلها. محوشها وترجع تقول يا ريتني ما كنت دخلت نشاط. من دلوقتي ريح نفسك وكفى الله المؤمنين القتال وخلاص. بعدها بفتره كلمني قال لي الف شكر على النصيحه اللي انت قلتها لي. انا فعلا الحمد لله انا ما دخلتش، لان فتح واحد بعده تاني بحوالي شهر تقريبا اخذ المكان، فتح نفس النشاط، فتح كافيه، وفي الاخر دلوقتي برضه مش قادر يسدد ومش قادر يدفع وهكذا، والسيناريو اتكرر مع حد غيره. تمام. فهو بيقول الحمد لله ان انا ما دخلتش، وان انا سمعت كلامك وخدت القرار ان انا مش هكمل. احنا كده مستر محمد اخدنا من الفور بي اس، اخدنا البرودكت واخدنا اللوكيشن. عايزين نتكلم شويه على القصه بتاعت التسعير، البرايس. تمام. عشان هي يعني فيها حاجات كتير بنقابلها في الواقع مختلفه يعني. فيعني عايزك تقول الموضوع كده بشكل بروفيشنال شويه، وانا اقول لك حاجات حصلت معانا مثلا. بص مثلا انا هتكلم في موضوع التسعير وازاي اعمل فن تسعير او برايسنج استراتيجي تبقى مناسبه للمكان. خصوصا انت راجل بتاع توريد وعارف الفتره اللي فاتت دي كان عندنا ازمه في التوريد كبيره قوي. كل مورد بيحط رقم حصل مختلف عن المورد التاني. كل ما بتعتمد على ماده خام صنف ما تيجي بعد فتره تحاول توفره يبقى مش موجود في الطر، تجيب صنف تاني غيره. كان عندنا لغط كبير قوي الفتره اللي فاتت في الكافيهات والمطاعم. انا احط السعر ايه؟ حصل. طب احط بسعر الماده الخام بتاعت امبارح ولا بتاع النهارده ولا بتاع بكره؟ طب هعمل حركات استباقيه ان الماده الخام دي انا عندي اخباريه ان هي هتغلى 25% الفتره اللي جايه دي، فاحط السعر. كان عندنا مشاكل كتير قوي في موضوع التسعير الفتره اللي فاتت دي. حصل. تمام. موضوع التسعير انا مش هينفع اعمل تسعير لمنتج او لدرينك او لكيك او لساندوتش مثلا من غير ما ابقى عارف الكوست، الدايركت كوست والاندايركت كوست بتاع المنتج ده ايه. الفود كوست بتاعه بالظبط. والدايركت كوست الفود كوست بتاعه كام بالظبط. يعني مثلا سي انا بجيب كل المكونات او الريسيبي اللي داخله في صنف ما، مثلا زي الكابوتشينو مثلا او زي الساندوتش ما، بشوف المواد الخام اللي دخلت فيه بالجرام ايه وسعرها ايه. تمام. وسعر اللبن اللي داخل جواه ايه، داخل كام ملي لبن، سعره ايه. فبقعد احسب الكوست بتاع المنتج ده از دايركت كوست، اللي بنسميها الاف ام بي كوست او تكلفه المواد الغذائيه اللي داخله في الصنف. فبقول مثلا تكلفه الماده الغذائيه اللي داخله في الصنف ده مثلا وصلت لرقم مثلا سي 5، فابيعها بكام عشان يبقى سعر انسب. تمام. ابيعها ب6 ولا ابيعها ب7 ولا ابيعها ب8 ولا ابيعها ب10 ولا ابيعها ب15. كان جات في فتره من الفترات السوق كله بيتكلم ان الفود كوست المفروض يكون 30% مثلا قبل موضوع زياده الاسعار بتاعه المواد الخام. تمام. بعد زياده الاسعار المواد الخام ممكن يوصل ل 33 ل 34% بالنسبه للكافيه مش للمطاعم. موضوع السعر او البرايس، عشان احدد سعر او البرايس مش الفيصل بس الفود كوست. عندي حاجات كتير قوي. اللوكيشن اللي هفتح فيه ايه. انا ممكن افتح في مكان واقول ان انا هبيع الكابوتشينو، انا الكابوتشينو تكلفته 4 جنيه مثلا سي، او تكلفته بلاش 10 جنيه، فانا هبيعه ب30، انا كده بايعه بكوست 33%. الله ده كوست مناسب جدا. طب انا لما ابيعه بال30 او بال33 والكوست بتاعه 30% بس، المكان اللي عندي اللي انا فتحت فيه ده الكاستمر اللي موجود هيتقبل مني انه يشرب عندي كابوتشينو ب30 جنيه. يعني انا لو هفتح في مكان في التجمع الخامس او في مكان لوكسجري شويه، الكاستمر اللي بيدخل لي اي كلاس وهقول له ان الكابوتشينو عندي ب35 وب40 جنيه، لا هيقول لك لا انت كده انت في عندك حاجه غلط. انت كده حاله احنا كنا ناقشنا فيها لها علاقه بالقصه دي افتكر معايا يعني في التجمع بس من غير ما نقول اسم يعني. بص بقى يعني مثلا افتكرت هو فعليا التسعير بتاعه ما ينفعش، هو مجبر على اماكن معينه. فهمت قصدك. بص انا افتكرت الكيس اللي انت كلمتني فيها. جيم من الناس مثلا هو بيلعب على جزئيه ان هو بيبيع بسعر رخيص. تمام. فالناس كلها بتبيع الكابتشينو ب 70 و 75 و 80 مثلا، هو هيبيعه ب 30 و 35. مش كل عميل هيقبل الكلام ده. يعني مثلا في التجمع او في الاماكن دي لو انا عميل دخل لا الكابتشينو ب 40 جنيه هيشك ان انت الكواليتي عندك ضعيف. انت عارف الكواليتي عندك لو حلو واخد وهو الكواليتي حلو، العميل برضه هيبقى طالع نفسيا مش مهيأ ان هو واخد حاجه، لانه حاسس ان هو ما خدش فاليو مقابل السعر القليل، في حاجه ناقصه. انت عارف لما تيجي مثلا تدخل في محل تشتري سماعه زي الهيدفون دي مثلا ويقول لك انا في عندي حاجه ب 100 وفي حاجه ب 200 وفي حاجه ب 300 دايركت، انت بتقول ان بالتاكيد ال 300 دي هي احسن
وهتديني فاليو اعلى، بالتاكيد صوتها اقوى، بالتاكيد المايك بتاعها اقوى، بالتاكيد هي مستورده، بالتاكيد هي الماني، بالتاكيد مليون في المية دماغك بتيجي ان دايما الغالي ثمنه فيه. دي حقيقه. فن اختيار المكان بقى هو اللي يقول لك الغالي ثمنه فيه. نفس الكيس لو انا مش هينفع افتح في مكان واستعمل كواليتي عالي جدا جدا جدا، والمكان ده فاتح زي ما قلت لك في مكان مثلا زي سي سنتر دروس، الكاستمر سيجمنت اللي هيجي لي معظمه طلبه، واقول لهم ان الكابتشينو ب 80 90 جنيه، هو اصلا مصروفه في الاسبوع كله 80 90 جنيه، هو اصلا واخد 30 جنيه عشان يجي يشرب عندك بيهم حاجه بالعافيه، ده تحويشه يومين. انت فاهم قصدي؟ فهو دي من ضمن العوامل اللي بتاثر ان انا اعمل برايسنج ازاي. موضوع الفود كوست، موضوع الماركت سيجمنت او الشريحه التسويقيه، شريحه العملاء اللي هتدخل لي ايه هم الكاتيجوري بتاعهم. موضوع المين كومباتيتورز اللي موجودين حواليا، انا مش ينفع افتح في مكان والمين كومباتيتورز اللي حواليا سي بيبيعوا الحاجه ب 30 وانا هقول لا، انا عشان الكوست عندي عالي، وعشان الايجار عالي، وعشان العماله بتاخد مرتبات عاليه، وعلشان عامل ديكور ما حصلش وصارف مش عارف ايه، وجايب كراسي من اسبانيا، وجايب ترابيزات من ايطاليا، وجايب الكلام ده كله، فانا هبيع الكابتشينو بضعف ثمن الكومباتيتور اللي حواليا؟ لا طبعا هخسر، لان الكومباتيتور اللي حواليك هو شغال على السيجمنت اللي انت هتشتغل عليه برضه. فانا السيجمنت هيجي الكومباتيتور اللي جنبي بيبيع ب 30 وانا هبيع ب 50، طب ما هو في جاب كبير قوي بيني وبين الكومباتيتور. تمام. دي من ضمن العوامل اللي بتاثر على موضوع التسعير. فهي حاجات كتير قوي لازم كلها تحط في الحسبان قبل ما اقول السعر النهائي ايه. ده بلس طبعا اللي بقول لك عليه الاندايركت كوست بقى. انا هفتح المكان الفول كوست بتاعي 30%، بس بدفع ايجار رقم كبير جدا، فمهما اعمل فول كوست 30% مش هقدر اوصل ان انا هعمل اندايركت كوست واقدر اوفرها ويبقى عندي مكسب في الاخر. قبل ما ندخل في نقطه التعادل يا مستر محمد، عايز اتكلم في حاجه لها علاقه بان الاماكن اللي بتفتح الهدف بتاعها ان هي تقدم اقل سعر في المنطقه دي. تمام. الموضوع ده من وجهه نظري هو مثلا ايه يعني غلط، من وجهه نظري هو في مشاكل. انا هفتح عشان انا هقدم فنجان القهوه ب 10 جنيه وهو السوق كله مثلا او المنطقه اللي حواليها كلها بتقدمه ب 20 جنيه. رقم واحد انت ممكن تكون بتخسر، يعني غلط من وجهة نظري الاسباب دي. رقم واحد انت ممكن تكون بتخسر وانت مش عارف. رقم اتنين لو اتفتح جنبك مكان اقل منك في السعر هو العميل هيروح له، مش يعني العميل مفيش عنده ولاء ليك او لمكانك، ولا عميل عنده ولاء للسعر الارخص بالنسبه له. انت جبت انت لعبت على النقطه دي بس. فدي من الحاجات اللي دايما بتقابلني في قصه ان انا هبيع اقل من يعني اقل سعر. ايه رايك في بص يا استاذ سام، موضوع السعر دلوقتي مرتبط معايا بحاجه مهمه قوي. انا عامل دراسه قبل ما احط السعر ولا لا. خد بالك اي حاجه من غير دراسه هتبوء بالفشل. يعني انا دلوقتي انا لسه هفتح مكان جديد، في البيزنس بلان بتاعتي متارجت العميل اي كلاس. استحاله العب على سعر رخيص، ما انا لو انا عملت ان انا السعر عندي رخيص يبقى انا الاي كلاس اللي انا جايبه اللي هيدفع افريج تشيك عالي عشان يحقق لي نقطه تعادل او يحقق لي مبيعات وقدرها رقم كذا في اليوم. انا دلوقتي انا بخسر العميل ده، بيجي لي عميل اقل فمش هيعمل لي الافريج تشيك. هفرح بالترانزاكشن العالي او بعدد العمليات الكتير او بعدد العملاء المترددين على المكان كتير، هلكت المكان اوبريشنال. تمام. وفي نفس الوقت مش محقق الهدف المرجو من المبيعات. تمام. دي رقم واحد. رقم اتنين زي ما انت قلت، هو ممكن يكون بيخسر وهو مش عارف ان هو بيخسر. انا بيدخل لي ايراد يومي، وزي ما قلت لك هيلعب على موضوع انه يبيع بسعر ارخص، عمره ما هيدخل التارجت اللي هو عايزه. لو دخله النهارده هيقعد الكيرف بتاعه يقعد ينزل 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 لحد ما يتدمر الكيرف. ده بالنسبه لواحد بيفتح جديد. بالنسبه لواحد انا اوريدي بقى فاتح كافيه وبرضه شغال، مش هقول لك ايه كلاس، بي كلاس، وببيع الكابتشينو ب 60، فمتارجت البي كلاس او متارجت الفئه اللي هتدخل تقدر تدفع لي 60 جنيه بس. تمام. وجيت قلت انا عايز احرق السعر وهبيع بدون دراسه برضو زي ما قلت لك لازم بدون دراسه، لان انا ممكن اقلل السعر بس ابقى اعمل لها ماركت ستادي ان انا بقلل السعر عشان كامبين معين بستهدف بيه حاجه معينه وبظبطه تسويقيا. ما استهدفتش بكامبين وعملتها كده بالبركه انا انزل السعر عشان يجي لي عملاء كتير. ناخد الكيس دي. انا دلوقتي لو انا راننج بروسيس وانا شغال اوريدي وهبيع بارخص من السوق كله 20 جنيه عشان انا عايز اكسب عملاء كتير تيجي لي تجربني. حلو قوي. دلوقتي انا البي كلاس اللي كان بيجي لي هيبدا يدخل لي سي كلاس، صح كده؟ عشان خاطر انا سعره رخيص. الحاجه السي كلاس هياخدها في اماكن ارضى مني بكتير جدا او المستوى الليفل بتاعها اقل مني. تمام. بنفس السعر اللي انا ببيعه دلوقتي. العميل البي كلاس اللي هو كان الهدف بتاعنا في الاساس، مش هقول لك اي كلاس كمان، البي كلاس اللي هو الناس اللي هي المتوسطه او ميسوره الحال اللي هي على قد
لقى في فئه بتدخل عملاء تاني غيره المستوى اقل منهم كتير. في فئه لازم تطرد فئه. يعني لو انا فاتح مكان زي ما قلت لك متارجت ان الناس اللي تدخل لي ناس ركنه اللامبورجيني بره وداخله تقعد الايفون ال14 وال15 البرو والناس اللي هي الهاي قوي دي، ولقى حد قاعد جنبه جاي بموتوسيكل وجاي داخل انا هدخل الهاي كلاس ده، هيدخل يطلب كابتشينو سكيمد ميلك، وعايز الكابتشينو هاف شوت، وعايز التشيز كيك عليها لوتس صوص، وعايز مع لوتس صوص كراشد لوتس بسكتس. عارف انت الناس اللي هي اللي داخله انا هدفع فلوس بس هاخد منتج على كيفي. تمام. لقى حد قاعد جنبه بيقول لك يا باشا لو سمحت انا عايز اسبريسو وسكر بره. ايه الوضع؟ لا شكرا. في سيجمنت هتطرد سيجمنت. هيطرد. انا مش قصدي ان مش بقلل من السيجمنت اللي هو مش فاهم او السيجمنت اللي لا هو الموضوع ملوش علاقه بكده خالص. انا بتكلم كبزنس وايز دلوقتي، انا بتارجت عميل معين، فئه معينه، دخلت بسبب ان انا عملت برايسنج غلط دخل لي فئه اقل. في فئتين اتنين دلوقتي مختلفتين موجودين في المكان، صح؟ ايه اللي هيحصل على اللونج ران؟ الاقل هتطرد الاعلى. بالظبط. طب الاقل طردت الاعلى، حصل ليه ايه؟ دلوقتي السيلز هيقعد بقى يقع. انا عامل الافريج تشيك بتاعي ان الافريج تشيك يبقى 200، الافريج تشيك دلوقتي بقى 100. كمان شهر هيبقى 50، كمان شهر هيبقى على قد الاسبريسو السكر بره 30 35 40. تمام. في الاخر هخسر واقفل. فهي موضوع التسعير ده لا زي ما قلت لك تسعير من غير استادي حاجه مهمه جدا على فكره جدا في البدايه في البلان اللي انت شغال عليها اصلا. تاخد بالك الموضوع مش على قد التسعير بس. يعني انا دلوقتي فن التسعير عشان كده بيسموه فن التسعير. لو التسعير او البرايسنج استراتيجي بتاعتي مش مظبوطه، في حاجه كمان اخطر منها البروموشن. لو انا عملت بروموشنز مش مظبوطه او نوت ماتشنج الماركت اللي انا فيه دلوقتي، عملت بروموشن ما على صنف، البروموشن ده برضو جاب لي نوعيه عملاء انا مش عايزها في المكان. ايه اللي هيحصل؟ لو في نقطه تانية كمان في البروموشن قويه برضو، ان انا مثلا في المكان عندي مثلا بيقدم حاله معينه، اكسبيرينس معينه. تمام. البروموشن او السوشيال ميديا عندي كلها شغاله على البرودكت بتاعي والكواليتي. تمام. والعكس. تمام. الاثنين مش الهدف مش واحد. ان البراندنج والماركتنج مختلف عن مفيش الفيجن بتاعت المكان. ايوه مفيش بص هي بتحصل في اماكن، بتحصل في اماكن ان ممكن يكون انا شغال دلوقتي ان انا بظهر عندي جانب الاكسبيرينس اللي العميل بياخده عندي في المكان. انا نوت جاست ان انا برودكت بقدمه للعميل. فاتفاجئ ان السوشيال ميديا او الكامبينز اللي على السوشيال ميديا كلها شغاله ان هي داخل، كل اللي داخلين داخل عشان يصور شكل الكابتشينو، بص شكل السموزي، بص شكل الفلات وايت، بص. انا العميل اللي عندي مش مهتم بشكل الفلات وايت ولا شكل الكابتشينو قد ما مهتم باكسبيرينس معينه او بفاليو بياخدها من المكان، ما تخصش الموضوع ده. تمام. عشان كده التسويق بتوع الماركتنج تيم والسي او التوب ليدرز الموجودين في المكان المفروض هم بيوفقوا الفيجنز مع بعض عشان يبقوا عارفين احنا هنمشي ازاي والاستراتيجي بتاعت التسويق بتاعتنا تبقى ماشيه ازاي عشان يقدروا يظبطوا الدنيا مع بعض. خصوصا نرجع بقى لموضوع البروموشن. دلوقتي لو البروموشن مش هيلمس مع العميل بحاجه ايجابيه يبقى البروموشن خسران. طب لو انا زودت البريك بدل 15 بقى 20 هكسب كام؟ طب لو انا زودت بدل 20 25 هكسب كام؟ لحد ما تحط بقى السيلز او البادجت سيلز اللي انت شايفه الانسب ليك كمكان عشان تقول ان انا كده بدات انا كاونر او كواحد صارف فلوس كشير هولدر موجود كده انا خلاص ساتسفايد ان انا عايز الرقم ده هو اللي يتحقق عندي عشان احقق الربح واعمل له الدوران بتاعه مظبوط كار او اي. تمام. هعتمد ان هو ده التارجت او هو ده البادجت وهبلغ بيه المدير اللي جاي ده انا محتاج ده التارجتس بتاعتي ودي المبيعات بتاعتي والتارجتس ده هيتحقق ان انا لازم اعمل كذا عمليه في اليوم والكذا عمليه في اليوم دول محتاجه كام عميل عشان يعمل كام عمليه دول وهكذا. حاجات كده كلها مرتبطه ببعض، كلها مرتبطه اصلا بالزبط. بالمكان بالتسعير كله مرتبط ببعض. بص هو سايكل وكله بيكمل بعض. يعني الفول بي اس هيكمل البي او بي هيكمل. لو ما فيش دراسه للموضوع في الارقام بتاعه الايجارات دلوقتي والمصاريف الثابته الشهريه لا الموضوع بيبقى حساباته مش حلوه وحساباته بكسر الظهر. يعني اللي هيخسر كل الفلوس. ايوه هو النهارده لو هو يعني سي مثلا اي مكان اشتغل
3-4 شهور وكانوا كويسين وتمام، لو قال هيقاوح وهيكمل كام شهر كمان بإيجار عالي بمرتبات عالية، الموضوع هيبقى في رقم كبير. فعلا. قبل ما ندخل القصة بتاعت البراندنج وكده، الخطوة اللي بعد كده يعني عايزين نتكلم شوية في الجزء بتاع التعيينات. مين أول حد المفروض يتعين في المكان؟ دور مدير التشغيل، امتى المكان يبقى محتاج مدير تشغيل؟ تمام. عايزين ندردش شويه في الحته دي. بص يا استاذ اسامه، موضوع التعيينات ده هيختلف على حسب الحجم بتاع النشاط. يعني انا هفتح كافيه كبير ولا كافيه صغير؟ تمام. هفتح كافيه في مكان محتاج حد واجهه مانجر موجود في المكان، هفتح في مكان حجم التشغيل بتاعي عامل ازاي. انا بفتح دلوقتي كافيه وعندي في البلانز اللي انا حاططها ان انا خلال 6 شهور هفتح الثاني والثالث والرابع والخامس، ولا انا هفتح واحد ولحد ما ربنا يكرم نشوف نتعلم منه وبعد كده نحاول نفتح. القصه دي لازم تكون زي ما قلت لك معمولها بلان من الاول. حصل. بص انا هنتكلم مثلا، انا دلوقتي كافيه صغير ولا كافيه كبير؟ نتكلم يعني نختار حاله ونتكلم عليها. نختار حاله مثلا من الحالات. انا دلوقتي هفتح كافيه وناوي ان انا في البلانز هفتح ان انا ان شاء الله ربنا يكتب لي النجاح، وهفتح فرع الثاني والثالث والرابع والخامس خلال السنه. انا حاطط لنفسي مثلا في السنه هفتح اول سنه سي فرعين، وبعد كده تاني سنه فرعين، وهكذا. انا بقى حاطط البلانز. تمام. دلوقتي احنا تيجي نحسب الهيراركي بتاع المانجمنت، او نقول عليه اللي هو الهرم الوظيفي اللي المفروض يكون موجود عندي. الهرم الوظيفي موجود عندي انا دلوقتي، انا السي او انا الاونر او انا المسؤول عن المكان. تمام. انا اللي هتكفل بالسيوله والحاجات الماديه اللي هتتصرف والكلام ده كله. تمام. انا اللي حاسب كونسبت او حاسب موديول معين انا هشتغل عليه، فحاسب فيجن معينه، ومين هيجي ينفذ لي الستيبس عشان يوصل للفيجن اللي انا عايزه؟ مدير التشغيل. بالظبط. لو انا هبقى كينونه كبيره ومكان كذا فرع، يبقى لازم مدير تشغيل. طب انا مكان صغير، على الاقل في مدير فرع. يعني مدير التشغيل هيجي هيعمل ايه؟ هياخد الفيجن بتاعتي صح، وهيقسم على الديبارتمنتس بقى اللي تحت الاقسام. يا قسم الكذا انت تبقى مهمك كذا، ويا قسم مدير التشغيل المفروض يبقى اصلا من البدايه وانا بختار اللوكيشن وانا بعمل البلان بتاعت المكان، يكون اصلا معاك من البدايه. لازم يعني لو في بلان يعني ان انا هفتح اكتر من فرع لازم يكون موجود من البدايه. بالظبط. دايما بيقابلني ان انا اول حد اتعين الباريستا او البارمان. بص هو ده على يعني مستوى الحاجات الصغيره. يعني مثلا هقول لك على حاجه، والله مستوى الحاجات الكبيره يعني هو في اماكن كبيره يعني حوالينا. لا ده كده صعب. بص انا هقول لك على حاجه، مثلا انا في كافيهات مثلا بتبقى صغيره انا بشوفها مثلا في الزون عندنا، ممكن يكون المكان 3 ترابيزات ومكان صغير وعلى قد اجره حنين قوي تيك اواي بقى وكده. بالظبط. ده بيبقى مهتم بالباريستا لان هو الاونر شايف ان هو المدير العام، فهو يا دوب اهتم بتعيين الباريستا وخلاص. تمام. في كيس حصلت عندنا هنا في دمياط الجديده من فتره كده حوالي 4-5 سنين. انا ما كنتش جد دمياط الجديده قبل كده خالص، وحد صديق ذكر لي ان في مكان هنا كان معين 2 هيد باريستا او باريستا كويسين او 3 حاجه زي كده، والثلاثه بين يوم وليله اتفقوا ان هم يسيبوا الشغل اختلفوا على حاجه سووا الشغل. المكان قفل كام يوم لحد ما جاب باريستا غيرهم يشتغل. قفل كام يوم واتعرض للبيع وقعد تقريبا 2 لحد دلوقتي. هو تقريبا انا اصلا ده الكيس دي اتحكيت لي، انا ما اعرفش المكان اسمه. لا انا عارف الوضع بالتحديد. تمام. وعارف المكان وعارف الشخص. المكان اتقفل فعليا كذا يوم، يعني تقريبا 3-4 ايام، وقعد بتاع مده ممكن تكون 1.5 سنة 2 اللي هو بيحاول يرجع يبقى يوصل لنقطه التعادل. تمام. انت عارف المكان ده كان شغال حلو جدا على فكره. عارف المشكله دي حصلت ليه؟ لان انا كصاحب نشاط اعتمدت على الاشخاص مش على الرولز. انا ليا الرول بتاعي الوظيفي، او اقول ان وظيفتي ان انا باريستا. انا اعتمدت على الشخص، انا اعتمدت ان محمد النجار هو اللي موجود في المكان. تمام. مين محمد النجار؟ هو محمد النجار. ايه البوزيشن بتاعه؟ انا ما اعرفش. انا معتمد ان محمد النجار طالما موجود يبقى الدنيا تمام. لا، انا معتمد ان في مدير موجود بغض النظر عن الاسم هو مين. شاطر ماشي، بس في حاجه اسمها مانجر موجود. معتمد ان في عندي 3 باريستا بغض النظر الاسماء ايه، انما انا اعتمدت على شخص. الشخص ده اللي سابني المركب غرق. تمام. لا انا ما بعتمدش على شخص، انا بعتمد على منظومه. المنظومه دي لو الشخص ده مش موجود المنظومه هتكمل وهتشتغل وهتبقى تمام. دي فايده المدير او مدير التشغيل، ان هو بيحط الرولز بتاع كل واحد هيعمل ايه. السيستم. وخد بالك بقى ده هيقسم السيستم بيسموها مايكرو تاسكس او بمهام وظيفيه صغيره.
يعني مثلا الاونر يعني يفهم يعني ايه اللبن هيسخن على درجه حراره كام. بالتالي مش هيبقى مركز للتفصيله دي. هيفهم ان اللبن اللي جاي النهارده بتاريخ 9، فالمفروض انا عندي في الثلاجه تحت بتاريخ 11، فهطلع 9 الاول هشغله و11 الفيرست فيرست اوت. مش هيركز في المايكرو تاسكس دي. تمام. مين اللي هيركز في المايكرو تاسكس دي او المهام الصغيره اللي كل وظيفه بتعملها؟ المدير بتاع المكان. المدير بتاع المكان بيقسمها اصلا للناس وبيحط لهم جوب ديسكريبشنز. الحاجات دي لو ما اتعملتش من الاول ايه اللي هيحصل؟ زي ما قلت لك، المكان مشي الهيد بتاعه، المكان وقع مش شغال. ليه؟ لان هو في البدايه اعتمد على هيد وما اعتمدش على المنظومه ان هي تعمل لها منظومه اداريه صح من الاول. تمام. ده انت بتتكلم عن حاجه صغيره. طب اكلمك انا عن حاجه كبيره. من فتره كده كان جالي كونسلتيشن في السعوديه، مكان برضو فاتح اكتر من 10 فروع. تمام. بيشتكي ان هو عنده مشكله ما اداريه. هو انا افتح فروع كتير ما اكسب. طب انت ليه ما تكسب؟ فقعدنا نتكلم معاه في حاجات كتير. نسبه الغذاء عندك عامله ايه؟ في السعوديه نسبه الغذاء اقل من عندنا هنا في مصر. نسبه الغذاء عنده دلوقتي تمام ايديل وحلوه. طب المشتريات تمام. هو من وجهه نظر من وجهه نظر الاونر كل حاجه تمام، بس هو مش فاهم هي تمام ولا مش تمام. هو الناس اللي حواليه بيقولوا ان هي تمام. طب مدير التشغيل عندك قال لي لا ما في مدير تشغيل. يعني ايه ما في مدير تشغيل؟ انت فاتح 10 فروع وما عندكش حد. قال لي لا انا بقوم بمحل مدير التشغيل. طب انت حضرتك عارف الفود سايكل ماشي ازاي؟ لا. طب انت عارف التسويق؟ لا ما في تسويق. طب السوشيال ميديا، تعال نشوف البروفايلز بتاعتك على السوشيال ميديا، مفيش اي حاجه خالص، حاجات بدائيه جدا. يا راجل فتح 10 فروع وبتقول انك بتبيع حلو وما تكسب؟ انت ما عندكش سوشيال ميديا شغاله صح اصلا. يعني الانستا عندك ما فيش اي حاجه عليه. في عندك شكاوي من عملاء من اكتر من شهر، ما فيش حد اصلا مودريشن بيفكر يرد على شكاوي العملاء. انت ما انتش عارف، انت عندك عجز وزياده في الاستهلاك المعياري بتاع الاصناف في الفروع ولا لا؟ انت ما انتش عارف تعمل كنترول على الفروع. انت دلوقتي حكمت منين ان المكان نجح وبتفتح الفرع ال10 وال11 وال12 وال13 وانت اصلا مش عامل سيستم للمكان؟ انت مش جايب اصلا الهيد اللي هيدير السيستم وهيتاكد من تنفيذه في الاماكن. بيفتح الفروع دي من فلوسه الخاصه مش من ارباح. من فلوسه الخاصه. هو ما يعرفش هو بيكسب ولا بيخسر اصلا. ومكمل عادي بيفتح ال11 وال12 وال13 وال14. تمام. دي كانت اخطر حاجه طبعا. كانت اول نصيحه لي لا عين مدير تشغيل يضمن لك الكونتنسنسي او يضمن لك عارف اللي هو ايه، في عندك ثبات بيحصل وفي سيستم بيتطبق هيتطبق في كل الفروع. فلما انا احتاج مثلا رقم ما نسبه الهالك من نسبه الاستهلاك الفعلي الاقي حد يعرف يطلع لي الرقم. لما احتاج اقول العجز والاوفر اند شورتج في البرودكت او في الرو ماتيريال اللي عندك الاقي حد فاهم وبيعرف يطلع لي رقم. انت ما عندكش حد فاهم اي حاجه. عشان تقول انا عايز نسبه كذا من مبيعات كذا بتلاقي بيديك خد انا عندي خد كل الفايلات الاكسل دي احاول تطلع النسبه اللي انت عايزها. لا يا راجل ده كده تهريج. انت كده بتصرف فلوس انت ما انتش عارف هترجع لك ولا لا. تمام. هي قبل يعني ايه هندخل في قصه البراندنج ونتكلم فيها شويه بس في نقطتين عايزين نتكلم فيهم بعد البراندنج. تمام. التقليل ان انا ازاي اقلل المصاريف الثابته عشان في كذا حاله كده عايز ادردش معاك فيهم. بس لما نتكلم على قصه البراندنج اول. تمام. بص بقى احنا قلنا في ناس بتيجي وقت الكرايسيس او وقت الازمات تقول لك انا دلوقتي كل همي ان انا اقلل مصاريفي علشان خاطر اعمل ربح اعلى. احنا في مبدا في الاداره عندنا بيقول لك ما تشتغلش على تقليل المصاريف الاول قبل ما تشتغل على ازاي اعمل انكريز للسيلز. اعمل زياده مبيعات الاول. تمام. وبعد كده افكر في تقليل النفقات. تمام. انا دلوقتي ادرس البروفايل المبيعات بتاعك عامل ازاي. انا يمكن عندي مشكله في تيكاوي، دخل تيكاوي، اهتم بتيكاوي. عنديش ديليفري، دخل ديليفري. عندي مبيعات صنف الايسات مثلا مش شغال حلو وانا في الصيف فمش كسبان حلو. شوف المشكله عندك فين في صنف الايس. يمكن انا بتستخدم كواليتي مش مظبوط، ما يمكن المعايير عندك مش مظبوطه، ما يمكن الصف عندك غير مدرب انه يبقى سيلز، ما يمكن ادرس ازاي الاول انمي المبيعات وازودها وبعد كده افكر في الكوست. في يعني مثلا في مكان كبير وانترناشونال وحاجه محترمه جدا تطلب منه مثلا الحاجه تلاقيه بعت لك بعد فتره غير شكل الرز من عنده لنوع رز تاني.
ليه؟ ايه لازمه انك تقلل الكوست؟ انت تقليل الجنيه ده انا كعامل زعلت اتضايقت ان الرز اللي كنت متعود عليه عندك ما انتش واخده. او تلاقي مثلا الكاتشب مثلا بيجي انكلودد في اوردرز، بداوا عايزين يقللوا الكوست فقللوا الايه الكاتشب. في صديق ليا بيكلمني برضه من براند كويس بدا دلوقتي في مصر يندثر بسبب ايه؟ بيقول لي ان في ناس في الهيد مانجمنت بيغيروا الباكينج بتاع المنتجات اللي بتطلع للعميل عشان خاطر يقللوا الباكينج. من جوه محطوط فيه طبقه مش عارف ايه كده، حاجه زي ستانلس، فبتمنع ان هو الفراخ او اللحوم اللي موجوده تبوش الباكينج الزيت او ما كده. يأثرش على لا ده حب يقللوا فقللوا منها، فجابوا باكينج ضعيف، فالباكينج عمال ما يوصل العميل يكون الزيت والشورتنج او كده بوش الباكينج، فالعملاء بدات تستاء، فالعملاء بتتضايق، فالعملاء بتعمل كومبلينز. انا ليه اوصل نفس المستوى ده؟ ليه انزل عشان حاجه باكينج عايز اوفر من وراها؟ وخد بالك الباكينج ده مصيده يعني، او اسف الكوست مصيده. عشان اقلل الكوست بيجي لك المحاسب. مين اكتر واحد يقول لك قلل الكوست؟ المحاسب، مش بتاع تشغيل. استحاله مدير تشغيل او حد مسؤول عن تشغيل يقول لك قلل الكوست. تمام؟ ليه؟ لانه بيدرس كل الحاجات اللي هتترتب على تقليل الكوست. انا كمحمد النجار بتاع تشغيل عايز اكسب المكان، ففي المحاسب قال لي احنا هنقلل الشوتس بتاعت الاسبريسو، بدل ما هي 16 جرام هنخليها 10 جرام الاثنين شوتس. انا اول حاجه بيجي في ايه؟ طب انا لما تبقى 10 جرام هيبقى التيست عامل ايه؟ طب انا العميل هيتضايق من التيست اللي موجود، طب انا الكواليتي كده قل. طيب شفت انا بحسبها ازاي؟ بتاع المحاسب بيحسبها ازاي؟ هو فكر فيها فلوس. 4 جرام انا ببيع 1000 شوت في اليوم على مدار على الفروع، فال4 جرام في 1000 شوت يعني انا كده عندي 4000 جرام، يعني عندي 4 كيلو. بيترجمها ايه؟ ان الكيلو ب 800 جنيه يبقى ال 4 كيلو ب 3200 جنيه توفير في اليوم، يبقى 3200 جنيه في 30 يوم ب 90000 جنيه. شايف المحاسب يحسبها بطريقه والاوبريشن بيحسبها بطريقه. زي ما قلت لك العب الاول انك تعلي السيلز، بعد كده قلل النفقات. ولما تحب تقلل نفقات او تقلل كوست ما تقللش حاجه نهائيا تاثر على الكواليتي الخاص بالعميل، او الاند ريزلت اللي هيوصل للعميل. ايه البرودكت هيوصل للعميل بالكواليتي ده ما ينفعش يقل خالص. عارف لما احب اقلل التكلفه، ودي ان شاء الله ربنا يكرم في البودكاست بتاع البروفيتابيلتي هنتكلم فيها حلو قوي ان شاء الله وباستفاضه. اعمل ديل حلو مع سبلاير حلو يديك بسعر اقل. وفر عايز تقلل التكلفه، وفر في الويستج واهتم بالتخزين واهتم بالفيرست ان فيرست اوت، فتقلل الويستج بتاعك فتقلل التكلفه. درب الناس حلو واهتم بالتريننج بتاعهم عشان تقلل عدد الاستاف وفي نفس الوقت الاوبريشن ما يتاثرش. وفر في الكهرباء، اعرف الكهرباء بتشتغل ازاي عندك وحاول تقلل في الكهرباء. وفر في الميه، اقول للناس بلاش الميه اللي شغاله عمال على بطال. وفر في المصاريف اللي بتتصرف على الفاضي وملهاش اي لازمه ومش هتاثر على البرودكت اللي تقدم للعميل. انت عندك حاجات كتير قوي ممكن تشتغل عليها. الناس بتنسى الكلام ده كله وبيبقى كل همه ايه؟ انت بتجيب نوع اسبريسو ب 800 جنيه، لا يا عم هاتها ب 700. الناس لا تقلل جوده لا تقلل بالظبط. دي مشكله من العماله. في حد في مكان كنا بنورد له من فتره، والمكان ده اتقفل قريب يعني. اول 3 شهور كان بيحقق ارقام محترمه جدا جدا جدا، يعني مبيعات كويسه جدا. مبيعات كويسه جدا، وانت كسبلاير بتورد له بفلوس كتير. بورد له بفلوس محترمه بصراحه. بعد 3 شهور هو فكر ان هو يقلل المصاريف الثابته، يقلل نفقاته. يعني عمل ايه؟ مشى مدير التشغيل او مدير المطعم ومشى السوبرفايزر الشيفت الصباحي والسوبرفايزر الشيفت المسائي. تمام. الثلاثه. القرار ده اتبنى عليه ان المكان اتقفل. انت عارف هو ممكن يكون قرر انه ماشي مدير التشغيل ليه؟ عشان بياخد رقم كبير. بياخد رقم كبير، دي حاجه. وتاني حاجه قال هو بيعمل ايه؟ السؤال دول اول ما بيبداوا ينطرحوا اعرف على طول ان انا مشيت مدير التشغيل عشان خاطر انا شايف ان هو يوزلس، او البارتيسيبيشن بتاعته او مساهمته في اي حد ممكن يعملها ضعيفه يعني. واي حد ممكن يعملها. ما انا هعملها. بيجي مدير التشغيل الصبح يدوق الاسبريسو يقول لك ايه ده؟ لا الاسبريسو مش حلو. ما انا عادي، ما انا هدخل كل يوم ادوق الاسبريسو هقول لك الاسبريسو مش حلو. تمام. او هقول مدير التشغيل بيجي يعمل ايه؟ يزعق لده ويقول لي ده اعمل كذا ويروح يطبطب على ده يقول الله ينور جود جوب، وانا هاجي اعمل نفس الكلام. ما يعرفش ان في زي ما قلت لك شفت المايكرو تاسكس اللي موجوده. مدير التشغيل هو ملم جدا بالمايكرو تاسك. مفيش حد وصل لبوزيشن مدير تشغيل الا لما كان عنده اكسبيرينس كويس. ده حقيقه. تمام. والاكسبيرينس دي بيضخها في قلب التشغيل. تمام. مليون في المية مدير التشغيل هيشوف حاجه بتتعمل غلط فيعمل اكشن بلان ويخليها تتعدل.
100% مدير التشغيل ليه الفيجن، او بلاش نقول الفيجن كمان، ده ليه التارجت اللي المفروض يعمله سيلز، ولقى التارجت فيه ديفيشن او بنبعد عن التارجت اللي مطلوب، بيبدا يعمل حركات استباقيه او خطوات استباقيه عشان يرجع الدنيا مظبوطه تاني ويظبط تارجت. استغنيت عن اللي بينظم لك التشغيل واللي بيخلي الناس كلها تشتغل. فطبيعي ان لما مدير التشغيل اللي كان بيتاكد من ان كل الستيبس في الاوبريشن شغال على اكمل وجه مش موجود، يبقى 100% هيجي بعدها ان الستيبس تقع ستيب باي ستيب. ستيب الطلبيات يقوم جاي واقع، مدير المشتريات ينسى يطلب الحاجه فيقوم جاي المنتج يقف، فبتاع الباريستا لا المنتج واقف، فقال المدير اللي بتاع المشتريات اشتري، فاشترى منتج مش بنفس الكواليتي، فاشتغل المنتج للعميل ما اداش عميل بنفس الكواليتي، فالعميل اشتكى، فالعميل ما عادش بيجي. اوب ليه؟ بسبب اللي بينظم مش موجود. القصه بتاعت المشتريات دي في يعني انا دايما بتكلم على حاجات حصلت معانا يعني. بعد ما المكان اتفتح تقريبا شهر ونص شهرين، تمام، الاونر كلمني قال لي في عدد سيرابس معين وبيوريهات معين عايز ارجعه. ليه؟ ملهاش استخدام عندي. يعني اتطلبت في الاوردر بتاع الاوبننج ومفيش اي ايتم في المنيو. في دي بقى وضحها لي، ملهاش استخدام عنده، هي اوريدي لما انطلبت ما كانش موجود ليها ايتمز في المنيو تشتغل عليها، ما كانش ليها ايتمز في المنيو، ولا هي الايتمز بتاعتها هديت ما عادش فيها بيع؟ ما كانش ليها ايتمز في المنيو. دي اخطر، ما كانش ليها ايتمز في المنيو. انت عارف كده معنى الكلام بتاعك ايه؟ ان مفيش مدير تشغيل او مدير فرع. لا هو مفيش اي حاجه، هو زي مثلا هو الباريستا كتب الاوردر للاونر، والاونر طلب الاوردر منه وشكرا. بعد ما الاوردر راح له اكتشف ان عنده بضاعه، ده بعدها بفتره، بعد ما فتح بفتره في يعني بعدها بثلاث 4 شهور مثلا اكتشف تقريبا شهر ونص اكتشف ان في عنده بضاعه مثلا ب 40,000 جنيه ما اتفتحتش. طب اراهنك بقى ان الاونر ده اكتشف الموضوع ده بناء عليه انه لا الازازه ما اتفتحتش الغطا بتاعها اصلا. لا هي دي النقطه، ويمكن يتثابت وهقول لك على حاجه تيجي نقولها لك بقى بطريقه احسن من كده. الاونر الازايز دي محطوطه على الرف عنده، تمام، ما اتفتحتش لفتره طويله، وعشان ما فيش مدير فمش واخد باله. فالاونر خد باله امتى؟ ان هي بقى عليها تراب عشان ما حدش بينظف، فما حدش بينظف ايه، عليها تراب ما حدش بينظف، تمام. فهو اخد باله ان هي عليها تراب، يعني ايا كان اخد باله ازاي. المهم ان يعني السايكل غريبه بصراحه. يعني الموضوع ده على فكره يعني قابلناه كذا مره، عشان ما فيش زي ما قلت لك اللي بيهتم بالمايكرو تاسكس وبينفذها وبيشرف على تنفيذها من الناس اللي تحت، او مش موجود اصلا. مفيش حاجه. عايز اتكلم مع حضرتك في جزئيه كده اللي هو يعني ممكن افتح بنفس المنيو بتاع الناس اللي حواليا ويبقى عندي ميزه تنافسيه مختلفه، اعمل بروفايل شبه كل اللي موجود في الاريا اللي انا فيها، تمام، ويبقى عندي حاجه مختلفه عن ده. قبل كده كنا بنبقى مقتنعين ان انت عشان تعمل بيزنس في المجال بتاع الكافيهات والمطاعم لازم تبقى مختلف في كل حاجه، ديكور وايتمز وستاف وكل حاجه تبقى مختلفه. ممكن اشتغل على نفس المنيوهات واقدم حاجه مختلفه. انت بتفكرني بالدكتور صلاح ابو المجد لما كان بيقول لك ابدا من حيث انتهى الاخرون. هو كان بيقول ان هو الموضوع بيبقى اسهل. انا على فكره يعني انا غيرت وجهه نظري بعد ما اتفرجت عليه. انا كنت مقتنع ان انت لازم تبقى مختلف في حاجات كتير، كبرودكت، كسيرفيس، ككواليتي، كل حاجه. فاهم قصدي؟ طب تيجي اسالك انا سؤال بقى. اتفضل. المناهج التعليميه واحد في المدارس ولا مختلف؟ واحد. تمام. ايه اللي بيميز مدرسه عن التانية؟ المستوى والخدمه حلو. يعني المناهج التعليميه واحد، صح؟ تمام. الخدمات الطبيه في المستشفيات واحد ولا مختلف؟ واحده. ايه اللي بيميز مستشفى عن التانية؟ الخدمه، البي ار اللي عندهم، الخدمه المميزه اللي عندهم، وهكذا. ليه الكافيه يبقى مختلف عن الكافيه كليا وجزئيا؟ ليه اغير المنيو خالص ما بين كافيه والتاني؟ تعالى نحسبه على البراندين الكبار اللي موجودين في السوق، كاف وسين. تمام. المنيو بينهم من بعض مختلف في اختلاف كلي؟ لا. الاسبريسو واحد في كل الكافيهات ولا لا؟ واحد. الكابتشينو، الكافيه لاتيه، الامريكانو، يعني الكول درينكس واحده في كل الكافيهات، صح كده؟ كل واحد فيهم مميز بحاجه معينه. حصل. سين من الناس مميز بالفرابتشينو اللي عنده مثلا، ما حصلش. كاف من الناس مميز بالاسبريسو، ان الاسبريسو عنده جامد وما حصلش، صح كده؟ كل واحد فيهم يتميز في حته معينه.
بيه من الناس، مميز ان هو عنده اكسبيرينس جامد جدا وما حصلش. صح كده؟ صح. كل واحد لازم يبقى مميز بحاجه، مش لازم العب ان انا ابقى مميز في كل حاجه فهعمل كل حاجه مختلفه عن اللي حواليا. لا، ابدا زي ما الناس ما هي شغاله وطور من عندك وتميز في حاجه معينه، وخد التميز اللي عندك ده اشتغل عليه جامد جدا واعمل عليه كومبينز وطور فيه اكتر واكتر. بس مش معنى ان انا ابقى مميز في حاجه واحده ابقى في بقيه الحاجات دون المستوى. لا، انا مميز مثلا في الفرابتشينو، بس مش معنى كده انا في الهوت درينكس او في السموزيز او في الايس او التشيكن كوفي او الكلام ده كله ضعيف، او الكواليتي عندي اي كلام. لا، انا الكواليتي عندي حلو فيها، بس في ده انا مميز قوي. فهاجي انا بزرع في ذهن العملاء ان انا دلوقتي انا عايز اشرب فرابيه، يبقى هشرب فرابيه عند سي من الناس. عايز اشرب اسبريسو حلو هشربه عند كاف من الناس. عايز اكسبيرينس حلو قوي عالي ما حصلش بقى عند بي من الناس. تمام. وهكذا. يعني الموضوع سلس في جزئيه ان انا يعني اشتغل بنفس البروفايل، بس اختار حاجه بالبلدي كده بلعب عليها، حاجه اقدر انافس فيها واخد الميزه بيها التنافسيه اللي ميزة عندي تنافسية اعلى من اللي حواليا. تمام. طيب انا عايز اقول لك بمناسبه الموضوع ده، قبل ما نخرج منه نتطرق لموضوع تاني. في مطاعم وكافيهات بتفتح، بيسموها اللي هي الاثنيك ريستورانت او كده، اللي هي الحاجات العرقيه شويه. يعني مثلا انا ممكن يفتح مطعم عراقي، صح كده؟ بدل انتشاره في مصر ممكن يبقى يفتح كام فرع؟ فرع واتنين. فرع. عمرك سمعت عن مطعم عراقي مثلا فتح 50 فرع في مصر؟ عمرك سمعت عن كوفي شوب بيقدم نوع قهوة ما بيجيش منه انتاج غير قليل جدا، فضعيف جدا انتاجه، فمش يقدر يجيب ليه توريد ومعتمد عليه كليا وجزئيا في التسويق؟ هيفتح كام فرع؟ هو يفتح فرع واحد بس بالعافية. الاماكن اللي بتنتشر بتبقى براندات كبيرة وبتطلع فرنشايز كتير قوي، اللي هي ايه؟ المنيو بتاع كلاسيك، صح كده؟ اللي هو هفتح في اي مكان هلاقي الكاستمر بريفيرنس او التفضيل بتاع العملاء موجود في اماكن كتير قوي، فاقدر افتح بدل ما هفتح في القاهره بس، لا، هفتح في القاهره وهفتح في طنطا وهفتح في دمياط وهفتح في المنصوره وهفتح في كل مكان، لان انا في تفضيل للعملاء ليه؟ عشان المنيو بتاعي كلاسيك. انما المنيوهات دايما المختلفه الملعبكه المختلفه المميزه قوي مش هتفتح غير في مكان واحد بس. ده حقيقه. فانا مع ان انا اشتغل كلاسيك، لان انا لو انا ما اشتغلتش كلاسيك وعملت منيو مختلف جدا مش هقدر افتح فروع كتير. وانا اصلا من عدو كبير قوي للاماكن اللي بيفتح وهو مش واخد في قرار ان هو يفتح بدل الفرع 10 خلال الفتره. هو التوقيت اللي المفروض اخد قرار فيه ان انا افتح فرع تاني امتى؟ بص، التوقيت ده اهم حاجه عندي انا اداريا ستيبل ولا لا. اداريا هقدر ان لو فتح فرع تاني عندي مخازن تقدر تسد عليه ولا لا، عندي هيكل اداري قوي يدير فرع واثنين وثلاثه ولا لا، عندي رقابه حلوه جدا على الفروع اقدر افتح فرع واثنين وثلاثه وخمسه وعشره ولا لا. يعني الموضوع مش مرتبط بمده زمنيه معينه، مش مرتبط بمده زمنيه معينه. منين ما انا خلاص تمام ريدي افتح. عندي اداره تشغيل قويه، عندي رقابه وكواليتي اشورنس وكنترول حلو قوي على الفروع بتاعتي، افتح بدل الفرع 3 و4 و5. في ناس بتوصل لمرحله معينه من الرضا ان هو ايه، يعني فرع واحد كده هو ارتضى الموضوع وتمام مش عايز يفتح تاني. بص، ممكن يكون مش عايز يشغل دماغه. يعني انا مش عايز اشغل بالي ان انا هفتح فرع واثنين وثلاثه. انا في فرع حاطط لنفسي تصور ان انا هبيع ب 10 قروش، انا ببيع ب 15 قرش، خلاص حلو قوي زي الفل. انا مش عايز افتح فرع. هشغل بالي ليه؟ في ناس بتحب ان هي تبقى مرتاحه نفسيا. تمام. زي ما كان صلاح المجد برضه بيقول ان النجاح مرتبط بالالم. مش هقدر انجح غير لما اتعب. يعني دايما بيقول لك ايه، نو بين نو جين. مفيش حاجه هقدر احققها مش هتعب ولا هيبقى في الم. في الم في تحقيق نجاح. دي حقيقه. تمام. ارتضيت ان انت خلاص تهنيك في السيف سايد او مش عايز تطلع لمنطقه فيها حركه وكلام من ده، وخلاص مرتضي او راضي بالجزء او بالفلوس او المبلغ اللي بيدخل لك، خلاص خليك في فرع واحد، ما تفتحش 2 و3 و4. طيب في سؤال مهم. الاماكن اللي موجوده في السوق بقالها فتره كذا سنه، 5 سنين 6 سنين او اكتر، وما فيش عندها سيستم وعايزه تعمل سيستم، تبدا منين؟ كلمه سيستم دي كبيره. يعني انا دلوقتي عشان اقول انا مكان ما فيهوش سيستم،
انت الاول بتدخل تدرس المكان ده ايه السيستم اللي مش موجود عنده اصلا. يعني هو عنده ما فيش سيستم اتول، يعني ما فيش عنده حتى بي او اس، ما فيش عنده سيستم، ما فيش عنده مشتريات، ما فيش عنده تتبع للمبيعات، ما فيش عنده تتبع للستاف، للعماله، للسالاريز، ولا هو عنده حاجات معينه قليله هي اللي عايزه تتطور. يعني مثلا هقول لك كيس برضو من ضمن الكيسز، ان مثلا مكان كان فتح فرع تمام، وعايز عايز يتوسع، يفتح فرع تاني وثالث ورابع وخامس وكلام من ده. ما كانش عنده سيستم. بدأ يطبق السيستم وبدأ بص انت مبدئيا انت بتدخل تدرس زي ما قلت لك الكسور فين بالظبط، تمام. وايه الكسور الكبير قوي اللي يأثر في المنظومه ككل، وتبدأ تشتغل عليه في الاول. انت ما ينفعش ادخل مكان اقول انا عايز كان نو سيستم وعايز يبقى سيستم، فكل حاجه هغيرها انا بسالك وهقلب الدنيا خالص. انا بسالك السؤال ده ليه؟ كان في زياره كده انا وحضرتك عملناها من اسبوعين 3 كده لمكان، واحنا بندردش عن الموضوع وعن التشغيل بتاعه. انت قلت لي هو لما يجي يعمل سيستم لازم يبدا من الفرع التاني. لو عمل سيستم على الفرع القديم هيحصل عنده ثوره داخليه من العمال عنده. طب ليه انا قلت الكلام ده على الفرع ده؟ برضه كل مكان ليه كيس معين. المكان ده ليه تفضيل من عملاء حلو قوي على النو سيستم، تمام. عشان اللا سيستم اصبح سيستم بالظبط، والستاف اللي عنده اتعود على اللا سيستم وشغال حلو على اللا سيستم، والصف اللي عنده صف قديم جدا وشغال معاه بقاله سنين وبقوا فاهمين كل حاجه، كل كبيره وصغيره. لو حب يعمل سيستم في المكان، انت محتاج الاول تدرب الصف على السيستم، صح؟ تمام، حلو. ومحتاج انك تطبق السيستم وتجيب حد يدير السيستم ويعمل عليه رقابه عشان يتاكد من ان السيستم يتنفذ، تمام. ولا في السيزون، المكان اللي احنا كنا فيه ده بدايه السيزون، صح؟ هيحصل فيه ايه؟ هيحصل دروب، اللي هو كان عايز يحسنه هيفشل. فعشان كده قلت لك خليه يبدا بالفرع الثاني. هيأثر بالسلب، هيخسر كل الصف اللي موجود، لان الصف اللي موجود مش هيبقى متقبل السيستم لما يجي ياخد خطوه فرع جديد يبدا ينفذ في الفرع الجديد وينقل بالتدريج للفرع القديم. بالظبط. بص بقى، انا الصف اللي موجود في الفرع القديم هياخد منهم ناس تاسك فورس في الفرع الجديد تروح هتتدرب على السيستم 100%. هيشوفوا حاجه حلوه هتعجبهم، شايف السيستم ده بيحلل ازاي، شايف السيستم ده سريع ازاي، شايف السيستم ده انضف ازاي، شايف السيستم ده الكواليتي فيه مهتمين بيه ازاي، شايف العملاء هنا مبسوطه ازاي، شايف هيشوفوا الادفانتجز اللي موجوده في السيستم الجديد. هيروحوا للفرع القديم يقولوا لهم احنا في هناك الفرع الجديد فيه وفيه وفيه وفيه. هيخلي الناس تبقى متشوقه ان هي تطبق السيستم. انت عارف ان في الاداره عندنا بنقول لك ان في مبدا بيقول لك ان تطبيق سيستم جديد اسهل جدا من تغيير منظور الناس، ان احنا نحاول نطور سيستم قديم. السيستم القديم انا اتعودت عليه سنين وشغال عليه سنين، حتى انا بقول لك ده لو في سيستم اصلا ومتعود عليه لسنين صعب جدا اغيره، في حين ان كان الاسهل ان انا احط سيستم جديد من الاول. الناس عارف انت بقى في ديفنس، ان في مقاومه وريزيستنس للسيستم الجديد مش عايزينه يتطبق. السيستم القديم الناس عرفت اوله واخره ايه، وعرف نقاط القوه اللي فيه ونقاط الضعف اللي فيه. اللي بيلعب على نقاط الضعف عارف نقاط الضعف ايه، فمش عايزها تبقى مش موجوده، خليها موجوده احسن، خلي كله عايش. واللي عارف نقاط القوه وشايف ان هي نقاط قوه وان دي حاجه جامده قوي وان مش هينفع احط سيستم جديد مش هيبقى بنفس القوه دي، هتلاقي فيه قتال كتير قوي ان السيستم الجديد ما تطبقش. بس خد بالك ان الاونر بتاع المكان لو مش مؤمن بالتطوير ولا ليه اي لازم ان احنا نعمل سيستم او كلام من ده. في ناس زي ما قلت لك برضو من شويه ان هي راضيه بالوضع الحالي وشايفه ان هي خلاص طالما بيدخل الربح الحلو المناسب خلاص سيبها على كده. انت عارف صاحب القهوه عنده سيستم برضه سيستم لا سيستم، يعني يعني لا يعرف هو حلو، هو شغال بالمارك وبعت كم شيء وكم مش عارف ايه. هل يقدر يحسب فود كوست؟ لا. حلو. هل هيقدر يحسب الليبر كوست كم في المية من البرسنتج بتاع السيلز؟ هل هيقدر يحسب اخر الشهر هو كسب قد ايه؟ لا. طب لو حب يرجع لنفس المبيعات بتاعه الشهر ده السنه اللي فاتت، حاجه بسيطه خالص، هيعرف هو كان عامل كام الشهر اللي فات السنه اللي فاتت؟ اراهنك اصلا كان عارف هو عمل كام الشهر ده مبيعات. مع الوقت هيحصل ايه؟ حاجه من اتنين، لا اما هيندثر النشاط ويبقى مش موجود، لا اما الاولاد هيجوا مش هيعجبهم النشاط ويحبوا يطوروا ده، هم حبوا يطوروا زي اللي حصل في المجال بتاعنا برضو بالظبط، الابديتنج كل شويه. حلو. هيطوروا، لا اما هيقفلوا المجال ويقول لك خلاص ده بقت حاجه موضه قديمه ومش عارف ايه، ويقفلوا ومش عايزينه ومش هيليق بالايمج بتاعنا ولا بشكلنا وسط اصحابنا وزمايلنا وهيقفلوا النشاط خالص.
تمام. وهو ده اللي في السوق. اللي مش هيطور هيندثر، هيدفن، او هيتنيه محلك سر ويتقال عليه في يوم من الايام ان المكان ده لوكال، ده مكان بيئه. حصل. بس اللي هيطور هو اللي هيعدي. والله مستر محمد الحوار كان ممتع جدا معاك، ربنا يخليك يا بس مستر. يعني كفايه كده النهارده عشان احنا كفاية لسه بقى. عندنا حاجات بس كتير عايزين برضو نسيب حاجه لازم نوضح للناس ان الاراء بتاعتنا دي من خبراتنا احنا او وجهه خبراتنا، نظرنا احنا، وجهه نظرنا وخبراتنا. التعامل بتاعنا احنا في السوق. ووارد جدا بنسبه كبيره ان الافتراضات اللي احنا بنفترضها ما تتطبقش على كيس معينه. يعني انا مش شرط ان اللي احنا عملناه في الكيسز اللي كان معانا ونجح هينفع مع كيس تاني. عشان كده انت لازم تدرس الكيس حلو قوي وتعمل سوات اناليسيز للكيس اللي انت داخل عايز تطورها او عايز تنظمها او عايز تنشئها من الاول اصلا. الموضوع مش بيتعمل في ساعه ونص بودكاست، لا ده الموضوع مش بياخد مننا مش كل اللي بيتقال يتطبق على أيام. على بياخد كل مننا الاماكن. ايام. تمام. فعشان كده احنا بنقول دي زي ما قلت لحضرتك حاجه من خبرتنا اللي احنا شفناها في الكيس ستاديز اشتغلنا فيها. وربنا يوفق الناس كلها يعني، وان شاء الله يكون البودكاست ده مفيد لناس كتير قوي، سواء هتبدا المجال او اوريدي موجوده في المجال وعايزه تطور المجال باذن الله ان شاء الله.